عايزين تعملوا فطيرة طرية وزي القطن وطعمها يجنن وتطلع معاكم حلوة جدا بعجينة سهلة وبسيطة، يبقى لازم تجربوا الطريقة دي للفطير، هتطلع معاكم تجنن. يلا بينا نبدأ الوصفة، بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا اشتركوا ويلا بينا نبدأ. اول حاجة بقى عندي كوباية من المية الدافية، هحط عليها معلقة من السكر وهضيف عليها كمان معلقة كبيرة من الخميرة واقلبهم مع بعض كويس جدا وهركنهم مع بعض لحد ما الخميرة تتفاعل معايا وتبقى تمام. يلا بينا نحضر المكونات الجافة. عندي بقى 4 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبعد كده هتكون كوباية الخميرة بتاعتي تفاعلت وبصوا عملت فقاعات على الوش ازاي كده، هي شغالة تمام. هحطها بقى على المكونات بتاعتي وهحط عليهم كمان نص كوباية من اللبن الرايب، ممكن تحطوا زبادي بس اللبن الرايب هيخلي العجينة بتاعتك حلوة جدا وزي القطنة. هحط عليهم كمان تلت كوباية من الزيت وعندي رشة من الملح. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا وهعجنهم مع بعض كويس لمدة 10 دقايق او حاجة لحد ما العجينة تطرى وتبقى معاكي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شكلها عامل ازاي. هحطها بقى وهحط عليها شوية من الزيت وهغطيها وهحطها في مكان دافي عشان تخمر فيه كويس. بصوا بقى شكل العجينة بتاعتي بعد ما خمرت، هحطها بقى على الرخامة كده وهقسمها بالنص، واخد النص الاولاني عشان اشتغل فيه. هرش بقى على السطح اللي هشتغل عليه رشة من الدقيق وابتدي افرد العجينة بتاعتي بقى بحجم الصينية اللي عندي، مدورة مستطيلة زي ما تحبي. هفردها بقى كويس كده وهجيب الصينية بتاعتي وهكون دهناها دهنة من الزبدة او السمنة، وهبتدي احط فيها الجزء الاولاني من العجينة بالشكل ده وافردها في الصينية بتاعتي كويس جدا. ولو لقيتوا زوايد كتير بتشيلوها عادي جدا. بصوا بقى بعد ما فردتها في الصينية بتاعتي بالشكل ده ابتدي احشيها بقى بالحشوة بتاعتي. انا الحشوة عندي عملت جبنة فيتا، حطيت عليها زيتون وفلفل الوان وقلبتهم مع بعض كويس جدا. افردها بقى كده في الصينية بتاعتي كلها كده كويس. بعد كده بقى هحط كام شريحة من البسطرمة كده على الوش، وممكن تحطوا صدق متشوح، ممكن تحطوا فراخ، ممكن تعملوها جبن بس زي ما انتوا حابين. احشوا الحشوة اللي عندكم، اي حشوة هتطلع حلوة جدا. بعد كده حطيت الجزء التاني من العجينة بعد ما فردتها بنفس الطريقة اللي فردناها بيها في الاول، وهبتدي بقى اخد طرف العجينة اللي فوق اقفل بيه تحت زي ما انتوا شايفين كده، ألم الفطيرة بتاعتي على تحت وبعدين أضغط عليها أفردها في الصينية عادي جدا. هنقفل بقى كل الجوانب بنفس الطريقة. بعد بقى ما قفلت الفطيرة بتاعتي كويس اديتها دهنة من الحليب وهرش على الوش شوية من حبة البركة، ممكن تحطوا سمسم كمان معاها بس أنا بحب حبة البركة أكتر. وهنكون مسخنين الفرن من قبلها على درجة حرارة 180 ونحطها في الرف الأوسط لحد ما تنفخ معاكم وتستوي أو لونها يحمر من تحت. بعد بقى ما بتستوي خالص هندهن الوش دهنة من الزبدة واشغل لها الشوايه عشان الوش ياخد لون ذهبي حلو كده، تطلع معاكم زي ما انتوا شايفين كده. بصوا واخده لون ذهبي حلو جدا طاحه بقى، وبصوا شكلها عامل ازاي، شكلها تحفه وريحتها حلوه جدا. وبصوا الحشوه من جوه وطريه جدا جدا، يعني حتى الحته اللي ما فيهاش حشوه دي طريه وزي القطنه. جربوا الطريقه دي للفطير وهتعجبكم جدا، وبألف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو، واشوفكم في وصفه جديده.